السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الوصفة اليوم كنتمنى من اللي كتشوف القناة لأول مرة تضغط على الزر الأحمر وتفعل الجرس باش تلقاو يوصلها كل جديد. واليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي زوينه ديال واحد الميني كيك اللي كيجي زوينين في المذاق وفي المنظر. اكيد غادي يعجبوكم باذن الله. غادي ندوزو نشوفوا المقادير باش نشوفوا طريقه التحضير. عندي هنايا 3 ديال البيضات، واحد الفاني، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب. هاد الحليب اللي ما بغاش يديرو يمكن يعوضوا بحك ديال الياغورت او لا كاس ديال الماء على حسب اللي بغيتو نتوما. انا كنفضل بالحليب كتجي بنينه. عندي واحد كاس ديال السنيده، جوج ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، واحد القبيصه ديال الملحه، وعندي واحد 2 معالق كبار ديال اللوز مطحون، وجوج خمارات حمر، وجوج معالق كبار ديال الكوك ما عامرينش. دابا على بركه الله غادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ الخلاط، غادي ندير كلشي في الخلاط. غادي ندير 3 ديال البيضات، غادي نضيف ديك الفاني، غادي نضيف واحد الكبيسه ديال الملحه، صافي. غادي نضيف الزيت السنيده، سمحوا لي غنضيف سنيده، وغادي نضيف داك الكاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب، صافي. وغادي نطحن الكل. من بعد ما تخلط الخليط كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نضيف لهم هذوك 2 معالق كبار ديال اللوز مطحون مقشورو، وغادي نضيف هاد 2 معالق ديال الكوك، صافي. وغادي نخلطهم مزيان. صافي حتى يتحل هذاك اللوز في الخليط مزيان باش ما يبقاوش دوك الكويرات، صافي. غادي نبقى نضيف الدقيق، هو انا غربلته، ضروري يكون مغربل. وغنضيف دوك 2 خمارات حمر، صافي. غادي نبقى نخلط. هاد الكاس الثاني غنبقاو نضيفو غير شويه بشويه حتى نشوفوا الكميه اللي خاصنا. هانتوما 2 كيسان ما كملتهمش، بقى لي واحد شويه. هانتوما كما كتشوفوا غير شي معلقه صغيره. صافي. هي بعد ما تخلطت الخليط ديال الكيك ديالي انا غادي نجيب ليمون. فاش غادي حيت قلت لكم في الاول غنديرهم كيكات فرديه، صافي. المول اللي غنديرهم انا كما كتشوفوا المول ديال الطبقات هو صغيور بشكل صغيور. نتوما كنتمنى تكونوا عرفتوا هذا النوع من الليمون كما كتشوفوهم صغيورين. دابا غادي نجيب باش نبقى نعمرهم. غادي ناخذ ونبقى نعمر هكذايا 3/4 كما كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا، باش نبقى نخليهم فين يتنفخوا، صافي هكذا. انا غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ونرجع معكم. من بعد ما عمرت ليمون بالكيكه اللي عندنا انا غادي انا ديجا سخنت الفران، لان خصكم تدخلوا الفران يكون سخون. غادي نديرهم على حراره متوسطه حتى يطيبوا على خاطرهم، ونخرجهم باش نشوفوا كيفاش غادي نزينوا هاد لي ميني كيك. الكيكات من بعد ما خرجتهم الفران انا حيدتهم من المول ديالهم. شوفوا كيما تيجيو رطب وخفاف، اما المذاق ما نوصف لكمش عليه. غادي دابا ندوزو لمرحله التزيين. انا هنا ذوبت شويه ديال الشوكولات الاسود كما كتشوفوا. غادي نبدا ناخذ، غادي نديرهم على هذا الوجه هذا بحال هكذايا،
ولا نقدر نديرهم بحال هكذايا صافي. غادي نخليهم يهبط معاهم داك الشكلات مع الجناب. بحال هكذايا صافي. وغادي نخليهم حتى يتقطروا صافي. وغادي نعاود نفس العمليه. صافي على هذا الشكل هذا، ونخليها حتى تقطر. وقبل ما ينشف هذا الشوكولات غادي نبقى ندير لهم شويه ديال كاوكاو كونكاسي ولا اللوز كونكاسي على حسب اللي بغيتو نتوما اللي اختاريتو. بحال هذا الشكل هذا هكذايا. عندي هذا العقيق غادي نحاول ندير وحده من الفوق بحال هكذا. المهم انا غنستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي، ونتلاقاو في طبق التقديم باذن الله. الميني كيك ديالنا من بعد ما صورتهم كيجيو على من بعد ما زينتهم كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. تيجيو رائعين في المنظر، والمذاق ما نوصف لكمش، لان داك الخليط ما بين اللوز والكوك كيجي فيهم بنان وتيجيو خفاف. جربوهم اكيد غادي يعجبوكم. كنتمنى من الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتعجب حتى وليداتكم باذن الله، لان كما كتشوفوا الوليدات ديما كيبغيو دوك الكيكات الصغيورين بحال هكا تيكونوا مزينين بالتزيين اللي هو زويون. اما نتوما تزينوا على حسابكم كما قلت لكم فاش كنا كنزينوهم. اللوز ايفيلي، العقيقه ديال الشوكولات، البيبي ديال الشوكولات، اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. انا هاد النهار زينتهم بالكاوكاو كونكاسي وبالشوكولات اسود. ان شاء الله غادي تعجبكم الوصفه وتجربوها. وشكرا لكم على حسن المشاهده، وشكرا لكم على الكلام الجميل اللي كتخليوه لنا في التعليق ديالكم. شكرا لكم بزاف، ولا لي خدتكم الله يجازيكم بخير. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله.